أيام بتبقى شغال من 9 ل5 ومفيش أي إنجاز يُذكر، أيام تانية بتشتغل ساعتين 2 بس من غير ما حد يزعجك وتنجز أكتر من أسبوع بحاله. الفرق هنا مش في المجهود، الفرق في نوع المجهود. النهارده هنتكلم عن الdeep work مش بس كمهارة، لكن كأسلوب حياة. أولًا إحنا عايشين في عصر التشتت المزمن، تخيل كده تدخل على الإنستجرام تشوف reels بعدها إشعار من الواتساب، في خلال 10 دقايق دماغك بيعدي على 4 أو 5 مهام. المشكلة إن دماغنا مش متصممة تشتغل كده. نظرية switching post بتقول إن كل مرة بنتنقل من مهمة لمهمة بنفقد تركيز ووقت وطاقة، يعني لو كل شوية بتقاطع شغلك فعليًا أنت بتقضي على 40% من طاقتك العقلية. المشكلة الأكبر بقى إن إحنا بقينا متعودين على كده. ثانيًا، إيه هو الديب وورك؟ الديب وورك مش مجرد تركيز، دي حالة عقلية، هي حالة بتدخل فيها لما تكون مستغرق بالكامل في المهمة، منفصل عن المشتتات، تستخدم مهاراتك على أعلى مستوى، بتحقق تقدم ملموس في هدف مهم. معلم الأعصاب ميالي سمى الحالة دي فلو ستيت أو حالة التدفق، وده بيفسر ليه الناس بتحب حالة الشغل العميق رغم صعوبته، لأنه بيكون فيه إحساس بالإنجاز والرضا الداخلي. ليه الشغل العميق بقى عملة نادرة وغالية؟ كان نيوبورت بيقول إننا عايشين في اقتصاد الانتباه، اللي يقدر يسيطر على انتباهه يقدر يخلق قيمة حقيقية. زي لو اتنين بيشتغلوا نفس الشغل، واحد بيركز تركيز ساعتين كاملين والتاني بيشتت نفسه طول اليوم، الأول هيتفوق وهيتقدم أكتر وهيكسب أسرع. رابعا، التركيز مهارة ممكن تتدرب عليها. ناس كتير بتقول أنا مش عارفة أركز كأنها صفة ثابتة، لكن الحقيقة إن التركيز زي أي عضلة يتدرب ويتقوى. وعشان تدرب تركيز خصص كل يوم وقت محدد للشغل العميق، حتى لو نص ساعة. شيل الموبايل من ايدك، مش جنبك، بره الأوضة خالص. لما دماغك يهرب رجعه تاني بهدوء من غير جلد ذات. والتأمل والكتابة اليومية بيساعد قوي في ده، بيعلموا دماغك يراقب أفكاره ويركز من غير ما يتشتت. خامسا، ازاي تبدأ تمارس الديب وورك؟ أول حاجة إنك تحدد وقت ثابت كل يوم، يفضل الصبح لأن العقل لسه فريش، فممكن تبدأ بساعة في اليوم. تاني حاجة، خطط المهمة قبل ما تبدأ الجلسة، خليك واضح هتشتغل على إيه، ويا ريت لو تكون حاجة واحدة بس. تالت حاجة، مفيش موبايل أو إشعارات، مفيش حتى تي في، المكان اللي حواليك بيفرق، مكان هادي، إضاءة مريحة. أربعة، حاول تربط الجلسة بعادة، مثلا كل يوم بعد الفطار ساعة ديب وورك أو بعد المشي جلسة كتابة. التكرار بيبني العادة. سادسا، دماغك هيقاوم في الأول، مخك هيتضايق، هتحس بملل، تدور على أي سبب تطلع بيه من الجلسة. ده طبيعي، المخ متعود على التحفيز السريع، ده شغل من نوع مختلف، وهتكتشف إنك بتدخل في حالة الفلو بسهولة أكتر. بدل ما كان نص ساعة هتبقى ساعة. هل نيوبورت نفسه بيقول إنه كان بيكتب الكتب بتاعته من غير ما يكون عنده سوشيال ميديا أو بريد إلكتروني في الموبايل. ليوناردو دافنشي كان بينعزل أيام عشان يفكر في مشروع واحد بس. جيتس بيعمل حاجة اسمها سينك ويك مرتين في السنة، بيقفل كل حاجة يقرأ ويخطط فقط. هل فكرت إنك ممكن تنجز في ساعتين تركيز أكتر من اللي بتنتجه في 8 ساعات بس فيهم ضوضاء؟ دراسة من جامعة ستانفورد بتقول الناس اللي بتشتغل بتركيز عالي لفترات قصيرة بيكون إنتاجهم أعلى من 2 ل 3 أضعاف من الناس اللي شغلهم بيكون متقطع. ابدأ ب30 دقيقة في اليوم، جرب أسبوع واحد بس، قيم إنتاج، لاحظ فرق رهيب في كمية الشغل اللي أنجزته. إحساسك بقيمتك وإنتاجيتك، رضاك عن نفسك في آخر اليوم. في النهاية التركيز مش رفاهية، المهارة بتفرق ما بين الشخص اللي بيحقق أحلامه والشخص اللي بيتفرج على حواليه وهما بيحققوا أحلامهم. ابدأ دلوقتي، احجز لنفسك ساعة واحدة في اليوم بدون أي مقاطعة، وهتشوف بنفسك قوة الشغل العميق. خطوة جديدة، درس جديد، وإحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.